استاذ وليد، حاضر. يلا يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله بحب حضرتك جدا وبقدرك جدا يا فندم. احبك الله يا حبيبي، الله يسترك. والله انا عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه. انا دايما بدعي على ابويا. بتدعي عليه؟ بدعي عليه ليل ونهار. بتدعي عليه؟ وليد انت بتتابعنا؟ انا بتابع حضرتك ودائم متابعه حضرتك. لا استنى، اصل انا قدمت في الموعظه الحسنه سؤال. أيوة. واحد زعلان من ابوه قوي وبيموت دلوقتي، الواد بيموت دلوقتي. كان ابوه مات وهو كان مطلق امه وبهدلهم، فالناس قدموه في الصلاه على ابوه. لو انت متابع الحلقه دي انا قدمتها، وهو بيصلي على ابوه بدل ما يقول اللهم اغفر له قال يا رب احرقه ودخله جهنم. وكتب لي الكلام ده بعد ابوه ما مات وهو حس بانهيار. هو دلوقتي بيموت وبقول له ما تموتش نفسك وهو سامعني، لاني مش هتجيب اللي راح. لا انا ابويا ما شفتوش، انا ابويا توفى من عمر عندي سنتين. بس بابا يا وليد، ها؟ بس بابا حبيبي. لو حكيت لحضرتك انا دلوقتي بشوف اخواتي واولاد اخواتي عايشين في عز وعايشين في نعيم وافخم عربيات وارقى بيوت وارقى فيلات من ورث ابويا. انا ما ادانيش حاجه من املاكه. انا عايش عيشه يمكن انا بعيش في الذل. يعني انا كل شهر لما حد من اخواتي بيحن عليا عشان اصرف على بيتي وعلى عيالي. حرمك ليه يا وليد؟ حرمك ليه؟ حضرتك انا كان والدتي كانت الزوجه الثالثه ليه. والدتك ايه؟ كانت الزوجه الثالثه ليه. العشره، احنا مالنا؟ المهم انه جابك منها في حلال. فهو اما جه هو قسم الميراث وهو عايش ما كتبليش حاجه انا واختي ووالدتي، وكتب لاولاده وازواجه الاولى والثانيه كل املاكه. لا انت ايه، هو زعلان من ايه؟ من ماما ولا منك؟ حضرتك هو توفى من عمري. ايه؟ هو والدي انا توفى من عمري، انا ما شفتوش. هو مات؟ مات من وانا عندي سنتين. يعني انت كنت سنتين فهو الكبار استحوذوا عليه. بالظبط كده. نسوه ان له بذره في اللفه، نسوه. تدعي عليه وهو ميت يا وليد؟ انا بقى عايش عيشه ذل. حبيبي معلش، انا اقول لك بص يا ولدي اسمعني، انا اقول لاخواتك ارحموا ابوكم في التراب وصلحوا اللي هببوا ابوكم معاكم، وادوا اخوكم حقه والزياده وصلوه وامسحوا دمعه سنينه. الجرح كبير بس تقدروا تداووه في نص ساعه بالبنك نوت ده، وتستغفروا ربنا لابوكم. وانا بقول لك يا وليد لو هتشحت على البيبان يا حبيبي اوعى لسبب واحد، دعائك للميت لك زيه. دي نقطة غايبة عن الناس. يعني لما تدعي الواحد ميت، شوف حضرتك الحديث الصحيح والدنيا كلها، لو رحت صليت على جنازة، أي جنازة ما تعرفهاش، تاخد إيراد. يعني إيه تاخد إيراد؟ يعني تاخد مثلا مليار حسنة، نقول بأقل حاجة. ده مليار إيه؟ إيراد يعني ما بين السماء والأرض حسنات، عمود، ده الإيراد. لو مشيت معاها لغاية لما تروح بها التراب، قيراطين يعني عمودين حسنات. بص بقى، لو ابوك مليون قيراط يضاعف لمن يشاء. فانا مش بقول لك اعمل كده عشان ابوك حبيبي، انا بقول لك اعمل كده عشان روحك.